بيلا حضر، بيلا جه، بيلا عند شيف براك وهيعمل اللي عليه. ايوه بقى، كنت مستنيه. لا انا مش راضي اروح الشيف براك غير لما انت تعمل الريفيو بتاعك. بعد ما صحيت من النوم لقيت مصر كلها ممنشناني، فانا اخيرا جيت. يلا بينا نشوف القصه ايه. ايوه طبعا، مصر كلها مستنيه الريفيو. توكل على الله، احنا في ظهرك. انا يا حبيبي والله العظيم. اخويا حبيبي منور حبيبي الدنيا. ربنا. منور الدنيا. اجري انت على الشيف براك، بلغوا ان بيلا حضر، بيلا جه، بيلا هيعمل اللي عليه. انا هبدا النهارده، هبدا بالمقبلات. الطبق ده ثمنه 550 جنيه في المنيو. عارفه انا رجعت الفاتوره اصلي. مبدئيا انا مبسوط بشكل التقديم، الاستقبال بتاع الناس، الاسترحاب بتاعهم حاجه كويسه جدا جدا جدا. طبعا لا، الاسترحاب مهم، طبعا الاسترحاب في المطاعم مهم، وفي الاستغناء كمان. يلا ايه اللي ودانا؟ انا بحب الحمصيه قوي. حمصيه؟ استاذ بيلا، انا مع حضرتك بنعمل ريفيو عن الشيف براك، وانت رحت حلواني العبد؟ المطبخ التركي مش جديد، لان انا قعدت 6 شهور قبل كده في تركيا. الناس القريبين مني فعارفين، فانا المطبخ التركي فبجد من عشاق، انا من عشاق. طبعا 6 شهور فتره كافيه جدا ان احنا ناخد خبرات عن مطبخ تركيا. انا كمان بحب التركي جدا، انا بعرف اتكلم تركي. شو هالعمى غسان بيك، لا تقوسني هيك. نيجي اللي هو المفروض اهم شيء عندهم على كده، ده طاجن الشيف براك. ده علي نازك، ده علي نازك، اوعى تاكله، ده ب 950 جنيه. خلينا ندوق. بسم الله. ايه؟ زفره؟ بسم الله. لو مش عاجباك تفاها عادي. جودة اللحمة كويسة، ولكن كانت محتاجة تستوي أكتر من كده شوية. أنا بحب اللحمة تكون مستوية، وخصوصا اللي إحنا عند شيف كبير زي شيف براك. يا جماعه، حد ينده لنا، حد من المطعم يدون الملحوظات دي يا جماعه، ولا انتوا فالحين في الاسترحاب بس؟ وعلى فكرة بالمناسبة والله ما إعلان، ولا الناس كانت تعرف إن أنا جاي أصلا. لا، ما انت بصراحه المفروض كنت تبلغهم، يعني انت كنت تبلغ قبل ما الناس مين اللي مستنياك؟ طيب هنيجي للبيتزا بتاعتهم. بيتزا ايه؟ هو احنا تهنا ولا احنا انا بقول لك انا راجعت الفاتوره، انت بتاكل حاجات من عند ناس تانية. طعم العجينة كويس جدا، الجبن اللي عليها كويسة، ولكن أنا كان نفسي تبقى مليانة جبن أكتر من كده شوية. لا خلاص، انا مش هطلبها لما اروح، لا انا همشي وراك، ما عجبتكش مش هاكلها. لكن هي سعرها غالي شويه، ولكن ده مش عيب. خلينا نقول هو بيستهدف فئه معينه تخش المطعم. يعني ايه فئه معينه يا استاذ بيلا؟ عمر الفقر ما كان عيب يا استاذ بيلا احنا رحنا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي ايه دي يا استاذ بيلا؟ سمسميه؟ ولكن خلينا نقول تجربه الشيف براك حلوه ولا وحشه؟ حلوه جدا، المطعم كويس جدا، الناس بتقدم حاجه كويسه جدا. الحمد لله الحمد لله. انا كنت حامل هم بصراحه، انا كنت مستني كويس ان الحمد لله طلع حلو. وده حقهم بما يرضي الله. الكويس هنقول عليه كويس، واللي مش كويس هنقول عليه مش كويس، وما بنهبش من اي حد، ما بنخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. عشان احنا لا نخشى الا الله يا ولا. شيف براك على علم بالموضوع، عرف اصلا انك رحت. وبحبكم في الله، واشوفكم في فيديوهات كتير. سلام. بيعجبني الشو بتاعته. طب الشيف براك يا جماعه ما يخرجش يسلم علينا، ده اسمه كلام الفاتوره فين يا بيل؟ الفاتوره هيطلع في الفاتوره. دفعت ولا ايه اللي حصل؟ لا لو في مشكله هنلم كلنا، هنتعالج مع بعض، ما فيهاش. طلع الفاتوره.